الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إن من رحمة الله بعباده ولطفه بهم أن اختار لهم هذا الدين القويم، ويسر لهم أسباب الخضوع بين يديه والانكسار على عتبة عبوديته والتلذذ بذكره والأنس به والإنابة إليه. ومن رحمته عز وجل بعباده أن يسر لهم عبادة جليلة وفرصة عظيمة. هذه العبادة الجليلة يطيقها كل أحد، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، لا يعيق فاعلها عائق، يصلح أن يؤتى بها في الليل والنهار والجهر والإسرار. هذه العبادة هي ديدنه عليه الصلاة والسلام في كل أحيانه، فلا الجنابة تمنعها ولا السفر يحجبها ولا يشتغل عنها بأهل وولد. هذه العبادة لا تصلح إلا لمن شمر عن ساعدي الجد وألقى بمفاتيح الغفلة في غيابات الجب وألمه حرقة الذنب. عبادة هي من أيسر العبادات على الإطلاق، فلا يوفق لها إلا موفق ولا يصرف عنها إلا محروم. هي يسيرة، لكنها يسيرة على من يسرها الله عليه. إن العبادة التي ندعو لها ونحث عليها هي داخلة في ذكر الله، وهي من ذكر الله، ألا وهي عبادة الاستغفار. فنستغفر الله ثم نستغفر الله ثم نستغفر الله. إن الله عز وجل ما جعل من داء إلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وإن دواءنا اليوم هو الاستغفار. فالاستغفار ذكر لله واعتراف للمنعم بالتقصير ودعاء بالمغفرة. إن الاستغفار دواء ناجع وعلاج نافع، يقشع سحب الهموم ويزيل غيم الغموم، فهو البلسم الشافي وهو الدواء الكافي، وهو مكفر من مكفرات الذنوب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على دائكم ودوائكم؟ ألا إن داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. سأل الربيع بن خثيم مرة أصحابه فقالوا: ما الداء وما الدواء وما الشفاء؟ فأجابهم قائلا: الداء الذنوب، والدواء الاستغفار، والشفاء أن تتوب فلا تعود. إن المداومة على الاستغفار له تأثير عجيب بإذن الله تعالى في دفع الكروب ومحو الذنوب ونيل المطلوب وإخراج الغل من القلوب وتفريج الهموم وإزالة الغموم وشفاء الأسقام وذهاب الآلام وحلول البركة والقناعة بالرزق والعاقبة الحميدة وصلاح النفس والأهل والذرية وإنزال الغيث وكثرة المال والولد وكسب الحسنات وغير ذلك من الفوائد. إن الاستغفار ينبغي أن يكون بتذلل وتضرع وانكسار وخضوع وافتقار وبعيون دامعة وقلوب خاشعة ونفوس إلى رحمة ربها وصفحه وفضله طامعة. وينبغي أن يكون معه حرارة الابتهال والصدق في السؤال والتضرع في الحال والشعور بالفقر إلى المغفرة في الاستقبال. ويستحب أن يكون متواصلا بالليل والنهار، وبالأخص في الأسحار، حينما ينزل الكريم الجبار بعظمته وعزته ورحمته إلى السماء الدنيا وينادي عباده بنداء لطيف لنيل مصالحهم وغفران زلاتهم وقضاء حاجاتهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أخرجه البخاري. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله يشكو إليه الجدب والقحط، فأجابه قائلا: استغفر الله. ثم جاءه رجل آخر يشكو الحاجة والفقر، فقال له: استغفر الله. ثم جاءه ثالث يشكو قلة الولد، فقال له: استغفر الله. فعجب القوم من إجابته، حاجات مختلفة ودواء واحد، فأرشدهم بفقهه إلى الفقه الإيماني.
وإلى الفهم القرآني وإلى الهدي النبوي، وتلا قول الحق تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: دخلت على جعفر بن محمد فقال: إذا كثرت همومك فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار، وإذا تتابعت عليك النعم فأكثر حمدا لله. وعلى المسلم وهو يستغفر بلسانه أن يحرص على حضور قلبه، فأفضل الذكر والاستغفار ما واطأ فيه القلب اللسان. إن للاستغفار أثر عظيم في محو الذنوب، فمهما بلغت من كثرتها وعظم عددها فإن الاستغفار هو لها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم، والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. الحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك والطبراني في الدعاء، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال علي رضي الله عنه: حدثني أبو بكر رضي الله عنه، وصدق أبو بكر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني. أيها الأحباب، من سره أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: رأيت أبي في النوم بعد موته كأنه في حديقة، فرفع إلي تفاحات فأولتهن بالولد، فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال: الاستغفار يا بني. أخي الكريم، إن صيغ الاستغفار كثيرة وهو يحصل بأيها، ومنها قول: أستغفر الله وأتوب إليه، أو قول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. لكن أكمل صيغة الاستغفار ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الحديث أخرجه البخاري. ختاما، نسأل الله أن يوفقنا لطاعته وطلب مرضاته والإنابة إليه والفوز بجنته، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.